شيء بياخذ العقل حرفيا. رهيبة رهيبة يا جماعة. النمورة بالقشطة هي أطيب وأهم الحلويات الرمضانية، خليكم معي لنعمل أطيب نمورة وبالقشطة كمان. وهلأ بنجيب الغاز تبعنا والطنجرة على السريع، بنفضي فيهم لتر حليب كامل الدسم، أهم شيء يا جماعة حليب كامل الدسم. هلا هي قشطة مطبوخة بالبيت، يعني اللي حواليه في عنده قشطة حموية، قشطة شامية، اكيد يريح حاله يروح يشتريهم، بس انا ما عندي هون بالمنطقه عندي، فلازم اعملها بالبيت. وهي اسرع طريقه، يعني في طرق كثير كمان للقشطه المنزليه، هي اسرع وحده فيهم. هلا هون فضينا لتر حليب كامل الدسم، عندنا هون معلقتين سميد ناعم، تمام، بنفضيهم. هذا كله اول شيء بنفضيه على البارد، هي اهم نقطه. عندنا 4 معالق نشا ذره كمان بنفضيهم على البارد، تمام. وعندنا معلقه سكر، انا ما كترت سكر لانه هي الاكله فيها قطر وفيها حلو، فبتكفي معلقه سكر. هلا اول شيء بنحركهم على البارد، بنحركهم على البارد لحتى يذوبوا على الاخير، ما بنشغل تحتهم لحتى يذوب النشا والسميد على الاخير. شوفوا كيف. وهلا بنشغل تحتهم، بسم الله، وبنضل عم نحرك هيك لحتى يسمك القوام. هي يعني كلها 5 دقائق، ما تفكروا بتاخذ وقت كثير، 5 دقائق بتلاقوها صار جاهزه. شايفين؟ شوفوا كيف سمك الخليط. نتركه كمان دقيقتين لحتى نتاكد انه راحت طعمه النشا على الاخير. شايفين كيف جميل؟ طبعا لسه لانه هلا سخن، بس هلا بس تبرد بتصير قوامها بجنن. تمام، هلا هيك بكفي. حنحط فوقهم معلقه زبده حيواني. الزبده الحيواني بتعطيها نكهه كثير طيبه، وبنحط عليهم شويه ماء زهر، شوي يعني، شايفين؟ غطا كمان ماء الزهر بيعطيها نكهه كثير طيبه، وبنحركهم. هلا هيك صارت جاهزه معنا تمام 100%. شوفوا صارت محلاها. هلا بنطفي وبنفضيها فورا على جات مشان تبرد. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، روايح بتجنن يا جماعه. هلا بعد ما فضيناها لهون بنغطيها مباشره بنغطيها مشان ما يصير في عليها وش. هي كمان نقطه مهمه كثير يا جماعه. تمام، هلا بعد ما غطيناها بنتركها تبرد، يعني شي ساعه زمان. وهلا بنتركها لحتى تبرد، وبنعمل على السريع القطر تبعنا. وهلا للقطر عندنا كاستين سكر، هي اول كاسه، وهيك ثاني كاسه، كاستين سكر وكاسه مي. تمام، هلا بنشغل تحتهم. نتركهم لحتى يغلوا. هلا هيك صار عنا عم يغلي وجاهز. بنحط له براس المعلقه ملح ليمون، ما مكتر، براس المعلقه. تمام، 5 دقائق وبنطفي تحتهم وبصير جاهز. هلا هيك استوى عنا، بنطفي تحتهم وبنشيلهم على طرف لحتى يبردوا. القطر لازم يكون بارد مع النموره، حصرا بارد يعني مشان تطلع عم تقرش ولذيذه يعني. يلا هلا صار وقت الرقايق العجين. شوفوا الرقايق، هدول رقايق الاوزي معروفين، موجودين بكل الاماكن، بالسوبر ماركت باي مكان. رقايق بنحطها هيك مشان نقصها على قد الصينيه. هلا هيك هدول صاروا جاهزين، بنشيلهم على جنب وبنغطيهم. اهم شيء نغطيهم حتى ما ينشفوا ابدا. طبعا هدول اللي ضلوا القصاصات حنستخدمهم كلياتهم، يعني ما حنكب شيء، لا تاكلهم. هلا بنغطيها هيك، بنجيب الصينيه تبعنا، الصينيه دهنينها بالسمنه وجاهزه. هلا بناخذهم طبقه طبقه، بدنا نحطهم طبقه طبقه. بدنا تقريبا 10 طبقات من تحت و10 طبقات من فوق، بين كل طبقه وطبقه سمنه، هي اهم شغله. هاي اول طبقه.
هاي تاني طبقة. هيك هلا بناخذ من هدول القصاصات اللي ضلوا، يعني اكيد ما حنكب شيء. كيف ما بدكم حطوهم ما بيأثر نهائيا، المهم نعبي طبقات. يلا بنكفي هلا 10 طبقات وبرجع لكم. وهلا بعد ما صاروا 10 طبقات من تحت بالضبط بنجيب القشطه تبعنا، القشطه بردت بس بنعملها هيك دعكه خفيفه قبل ما نفردها على الصينيه. هي يعني اطيب واسرع انواع القشطه اللي بتعملوه بالبيت، كثير سهله وسريعه، طعمها كثير طيب. يلا هلا نشيل ونفرد. وهلا بنحط لها هيك رشه فستق حلبي مشان نظبط وضعنا. هيك تمام. وهلا بنكمل. هلا بدنا نحط من فوق 10 طبقات كاملين مثل ما عملنا من تحت. احيانا شايفين كيف؟ وبين كل طبقة وطبقة كمان بنحط سمنة، أهم شيء السمنة بتعطيها توريقة بتجنن. يلا بكفي ال10 طبقات وبرجع لكم. هلا هيك بعد ما خلصنا ال10 طبقات من فوق، وشوفوا السمنة بدكم تسخوا عليها بالسمنة منيح يا جماعة، السمنة أهم شيء. تمام؟ هلا بناخذها على البراد بس 5 دقايق لحتى تجمد السمنة مشان يسهل علينا تقطية تبعها، 5 دقايق بس وبرجع لكم. وهلا بعد ما طلعت من البراد وجمدت السمنه هلا نبلش نقطعها. قطعوها كيف ما بدكم انتم، انا بصراحه اليوم جاي على بالي اقطعها مثلثات، انتم كيف ما بدكم قطعوها. شايفين لما بتجمد السمنه بصير تقطيعها كثير سهل. شايفين هلا هيك صارت جاهزه. تمام. هلا بناخذها على الفرن شغال من تحت مع مروحه درجه حراره 180، بدها تقريبا شي 20 دقيقة 25 دقيقة هيك شي يعني. بنقول لها روحي. تعالوا شوفوا لي هالمنظر اللي بيطير العقل. يا لطيف يا لطيف، شوفوا 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 شوفوا. شي بياخذ العقل حرفيا. ننزل عليها بالقطر البارد وهي سخنة. دللوها بالقطر معلش. في أحلى من هيك منظر؟ هلا بنتركها تهدى شي 10 دقايق بس وبنسكبها وبرجيكم النتيجة. هي النمورة بتفوزوا على تحدي. أنا من ناحيتي ما عاد فيني استنى، شوفوا لي هالمنظر. شوفوا لي هالمنظر وصلوا على النبي، شوفوا هالتوريقة شي بشهي القلب. هلا بنظبط أمورنا هيك بشوية فستق حلبي. يا سلام يا سلام. طبعا لساتها سخنة يعني الهبال عم يطلع منها، بس ما عاد فيني استنى أنا أبدا. هي أطيب تحلاية بعد الإفطار، خدوها مني. اسمعوا صوت القماشة، اسمعوا. هي اللقمة حقها ذهب. من أطيب شيء ممكن تعملوه. شوفوا القشطة حرفيا طيبة كتير كتير كتير، بنصحكم تعملوها. شوفكم فيديو جديد وضلوا بخير. سلام.